كلوي هنتم عرض الوصفه دلوقتي. هي ناخد 25 جرام دم سيسه، 25 جرام دم سيسه، 50 جرام حلفة بار، 25 جرام بذر جزر، 25 جرام بذر خله. اللي هيحصل الاتي ان احنا هنجيب الخلطه دي كلها ونطحنها على بعضها وننعمها، يعني يا دوبك عمليه جرش، وناخد معلقه على كوبايه ميه ونغليها كويس جدا. وبعد ما نغليها، بس اهم حاجه في الغليان ان احنا الاناء نفسه يتم تغطيته، وبعد ما يتم تغطيته بعد ما يغلي جيدا هيتم تغطيته، وبعد ما يتم تغطيته هتنزلها من على النار وتحليها بعسل نحل وتشربها في اليوم من 3 إلى 5 مرات. وبفضل الله، بس المشكله في الاول انت لو بتغسل هتحاول تتبع مع الطبيب اللي انت ماشي معاه، ده اهم حاجه. الطبيب اللي انت معاه هيقول لك النسب معاك زياده الميه في الجسم كل مره قد ايه. اول ما هتستخدم الوصفه دي هيبدا الميه تزيد عندك في الجسم، فدي هتقلقك شويه، ما تقلقش. بعد اسبوع بالظبط هيبدا الموضوع يقل معاك خالص، هتبدا العمليه تستمر وتبقى كويسه جدا باذن الله عز وجل. فانت يعني لازم تستخدم الوصفه دي باذن الله عز وجل، وتتابع مع الطبيب ان شاء الله عز وجل، وتستخدم الوصفه دي وتبقى كويسه جدا باذن الله عز وجل. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. بالنسبه لمريض الفشل الكلوي ايضا يداوم على تناول الشبت والبقدونس، دايما كل يوم كده يحاول ياخد ولو ربطه شبت او بقدونس مع الوصفه دي، يبدا يتحسن جدا باذن الله عز وجل. يحاول برضه يتناول الحاجات اللي هي مقويه لجهاز المناعه، زي ايه؟ مثلا حبوب اللقاح مثلا، وايضا عسل النحل. طبعا عسل النحل ده اكسير المناعه، وان شاء الله عز وجل هنعمل عنه حلقه كامله باذن الله عز وجل. ناخد الوصفه تاني بحيث ان احنا برضو الناس تقدر تكتبها ورانا. المريض اللي عنده فشل كلوي هياخد 25 جرام دم سيسه، 50 جرام حلف بار، 25 جرام بذر خله، 25 جرام بذر جزر. الوصفه دي زي ما نقولها مره ثانيه: 25 جرام دم سيسه، 50 جرام حلف بار، 25 جرام بذر جزر، 25 جرام بذر خله. هجيب الوصفه دي بسيطه جدا، مش هتكلفك 3 4 جنيه باذن الله عز وجل، وبفضل الله فعلا كل من استخدمها بفضل الله حتى الان شوفي تماما تماما تماما، حتى ان في ناس بفضل الله عز وجل اسلمت في بعض الدول بفضل هذه الوصفه. فاسال الله ان يجعلها في ميزان حسناتنا وان يتقبل منا ومن جميع المسلمين، اللهم امين. ناخد اتصال. السلام عليكم.